السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة بقى وصفة مختلفة، وهي السبانخ بالكريمة أو السبانخ في الفرن من غير ولا صلصة ولا لحمة ولا فراخ. ومعانا كمان وصفة تانية، معانا فراخ في الفرن متبلة ببصل وتوابل كده وتوم وزيت زيتون، ومعاها كمان خضار، أي نوع خضار انتي عايزاه. أنا حطيت جزر وبصل وبس. عايزة بقى تزودي بطاطس وكوسة والحاجات دي كلها، مفيش اي مشكلة. يلا بينا. عملنا اول حاجة، فرمنا كده بصل مع توم. دي اهم حاجة في الوصفة. انا بعمل كده، بفرم البصل والثوم واخليه جنبي، وابتدي بقى ان انا اخد منه. عندي معوز ان انا اخد بصل وثوم اخد. بس الوصفة بتاعتنا النهاردة بصل وثوم مفرومين ناعم. حطيت البصل والثوم مع بعض في الكبة وفرمتهم ناعم. اول حاجة هنا بقى جبت طاسة كده او جريل، حطيت فيه زيت او زبدة. انا هنا الوصفة كلها هنا او الوصفتين استخدمت زيت نضيف او زيت ذرة. هنا بقى حطيت حبة زيت كده صغيرين في الجريل او في الطاسة، ونزلت بقى بالسبانخ بتاعتي. كنت غسلها كويس ومصفياها ومقطعاها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام، لازم تتصفى كويس قوي، وتغسليها كمان مرتين تلاتة، على اساس ان السبانخ خضار بيبقى فيه رمل كتير. تمام. بصوا بقى، انا هنا بعد ما حطيت الزيت وحطيت عليه السبانخ اديتها تشويحة كده في الجريل، وبعد كده بصوا هبطت ازاي الكمية كلها. ده كان كيلو من السبانخ، بصوا هبط بقى تقريبا نص الكمية، بقى نص كيلو. بعد كده بقى هاخد بقى السبانخ دي كلها، احطها في مصفى واضغط عليها بمعلقة كده، على اساس ان انا اصفي المية اللي فيها، لان انا هرجعها تاني في الجريل. بصوا بقى هنا انا نضفت الجريل ورجعت بيه تاني على البوتاجاز، وحطيت فيه بقى معلقتين بصل على توم مفرومين. شايفين البصل مفروم ازاي؟ مش عايزاه خشن خالص. نزلت بقى بمعلقتين بصل على توم، او فصين توم على بصلايه وسط مفرومين ناعم. ونزلت برضو بزيت، حسب يعني حسب ما انت تحبي كمية الزيت. نزلت كمان على البصل والثوم دول بمعلقة من الكزبرة المطحونة، وسبت الثوم كده والبصل ياخد لون اصفر كده، يعني مش لون غامق خالص، يعني تدبل بس وتاخد لون ذهبي كده. بعد كده بقى كانت السبانخ بتاعتي اتصفت، وكنت ضغطت عليها كويس قوي في المصفى. وبعدين نزلت بقى بيها على البصل والثوم والكزبرة، واديتها رشة ملح ورشة جوز الطيب ورشة فلفل اسود ورشة كمون. هبتدي بقى ان انا اقلبها كده واشوحها كويس، عشان برضو لو فيها نسبة مية تنشف في الطاسة او في الجريل. تمام. هنا كانت نشفت من المية بتاعتها تماما. دي بقى زودت شوية زيت وزودت معلقة دقيق، مش اكتر من معلقة. تمام. بصوا بقى هنا هبتدي بقى ان انا اقلب معلقة الدقيق كده. انا طبعا عملت دايرة كده في النص، على اساس ان انا احط معلقة الدقيق فيها، وبعدين زودت كمية الزيت على اساس ان الدقيق يتشوح مع الزيت. وبعد كده نزلت بقى بكوباية من اللبن ومثلث من الجبنة. تمام. وهبتدي بقى ان انا اقلب كده السبانخ مع اللبن مع الجبنة مع الدقيق، على اساس ان انا اعمل بشاميل يربط معايا، بدل ما اعمل في حلة تانية بشاميل. لا، الطريقة دي اسهل واحسن، انا جايبه لكم اسهل طريقة. تمام. انا بصور طبعا بايد واحدة، فعشان كده التليفون بيتحرك مني. حطيت هنا بقى كوباية من الزبادي عشان تديني طعم الكريمة، لان طبعا انتوا عارفين سعر الكريمة دلوقتي بقى سعره كام. فطبعا عشان تاخدي طعم الكريمة من غير ما تبقي جايبة كريمة، حطي معلقة زبادي او كوباية زبادي مع البشاميل، هتاخدي طعم تاني خالص. هنا بقى كانت السبانخ بتاعتي كانت خلاص كده، يعني اتشوحت على النار بما فيه الكفاية. وكمان البشاميل بتاعي ربط. طبعا هو هنا مش باين قوي ان فيه بشاميل، لكن لما تغلي وهنحط على وشها كمان جبن. بصوا انا حطيت هنا جبنة بارميزان وحطيت جبنة موتزاريلا. تمام. سبتها بقى كده على جنب، وهنروح بقى للفراخ. ما دخلتهاش الفرن. هنا بقى الفراخ بتاعتي انا كنت متبلاها من بالليل ببصل وتوم ومية بصل. يعني كنت عاملة
تسبيكة لورق العنب. تسبيكة لورق العنب. فايه كل ما اجي اخد بصل بقى للخلطة، اعصر البصل في الكبة قبل ما اخده. فطبعا عملت كمية مية كبيرة، طبعا البصل اللي انا كنت عاملاه كان كمية كبيرة عشان كنت عاملة اوردر كبير من المحاشي. فطبعا اخدت بقى المية بتاعة البصل دي مع بصلاية كمان مفرومة ناعم، وكام فص من الثوم، وملح وفلفل اسود وبهارات وجوز الطيب وورق لورا مطحون وزعتر ناشف، وكمان رشة من الريحان. فايه كل ده تبلت بقى بيه الفراخ دي من بالليل، وحطيت كل فرخة في كيس، دول كانوا 4 فرخات. جيت بقى هنا ايه هنزود بقى التتبيلة بتاعتنا الأساسية، بس انا ايه بحب كده ابيت الفراخ المشوية في بصل وثوم وتوابل. هنا بقى التتبيلة الأساسية اللي احنا ايه بنحب نحطها كده مع الفراخ عشان تبقى طرية كده ولحمها طري كده، الصدر بتاعها كده يبقى طري ما مبقاش متفل يعني. جبت هنا كده بولة او طبق بلاستيك اللي عندك، حطيت فيه كوباية من الزبادي، حطيت فيه برضو بشر من البصل، فصين توم مبشورين، معلقة دبس رمان، آه ربع كوباية من زيت الزيتون او معلقتين حسب الكمية اللي عندك. حطيت كمان معلقة من الكركم، وحطيت جوز الطيب، وهحط كمان دلوقتي فلفل اسود اهو، وهحط كمان عصرة ليمونة، طبعا انا مش عارفة هي تقريبا هنا مجاتش. ونزلت بالملح واقلب كل المكونات دي على بعضها. تمام، طبعا أنا الفراخ بتاعتي مظبطة ملحها في البصل والثوم اللي انا نقعها فيها من بالليل، وطبعا برضو ايه حطينا برضو كمية ملح بسيطة. دي بقى التتبيلة بتاعتي، تمام، اللي فيها الزبادي بقى اللي كده هيديني طعم حلو قوي للفراخ. هحطه بقى كده ايه في ارضية الصينية اللي انا هدخلها الفرن اللي هحط فيها ال4 فرخات. بصوا بقى الفراخ دي فراخ تكة، انا خليها من العظم كله، عظم خالية العظم من الصدور والوراك، فعشان كده ايه هتحسوا ان هي مبهدلة شوية، لكن ده عشان مفيش عظم رابطها ولا اي حاجة. دي فرخة كاملة، ودي الفرخة التانية. طبعا هو شايل لي عظم الصدر وعظم الوراك، وسايب لي بس الجناحات والرقبة. تمام، بصوا بقى بحط كده الفرخة في ارضية الصينية على وشها، وبعدين اقلبها على ظهرها عشان ايه تاخد من الزبادي والكركم والتتبيلة كلها، وبعدين ايه ارجعها تاني على وشها عشان لما تستوي تاخد لون حلو. بصوا بقى حطيت كده ايه ال4 فرخات كده جنب بعض، وحطيت واحدة كمان من فوق، ودي مية البصل اللي انا كنت بقولكوا عليها ما رميتهاش، حطيتها برضو كده على الوش. تمام، ودي بقى ايه البولة اللي انا كنت عاملة فيها الزبادي والخلطة اللي انتوا شفتوها دلوقتي. حطيت بقى فيها معلقة من الصلصة، واديتها تقليبة كده مع ايه مع معلقة زيت او شوية مية بصل، ورحت مقلباهم وحطاهم على وش الفراخ. هنضف بقى كده الصينية بتاعتي عشان ما تتحرقش في الفرن، وبعدين هدخلها هي والسبانخ مع بعض. دي بقى شرايح البصل والجزر اللي انا كنت مقطعاهم، احطهم على الوش على اساس ان إيه الطلب ده معمول لحد طالب فيه الجزر والبصل وبس. ده يا جماعة طلب، وانتوا عارفين ان انا معظم اكلي اوردرات، قليل قوي لما بصور لكم اكل ليا في البيت. تمام، دي بقى الفراخ بعد ما طلعت من الفرن انا نقلتها من الصينية في البولة عشان هغلفها وهتروح زي ما هي كده زي ما انتوا شايفين. ودي الفراخ برضو بصوا بقى انا يعني صورتها على اساس ان انتوا تشوفوها كويس. وده البصل والجزر شايفين شكلهم بقى حلو ازاي. وطبعا انا ده شكل السبانخ بعد ما طلعت من الفرن. شايفين بقى الجبن ساحت والبشاميل طلع على الوش، وبقت حلوة قوي. وكمان دي وصفة جديدة، ولو ولادك مش بيحبوا السبانخ تقدري تعملها لهم بالطريقة دي بجد هينسفوها. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة رأس السنة الجديدة وعام جديد وجميل عليكم، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.